وزي ما قلت لحضراتكم بنجيب اراء مختلفه، نسمع دول الناس اللي المفروض كتله من الكتل، الاخوان كتله من الكتل، بنسمع كل حد وكل حاجه، يعني بنقدر. معانا استاذنا النائب الكاتب الكبير الاستاذ مصطفى بكري يرد على نفس السؤال. يا استاذ مصطفى، يوم 11/11 جد ولا هزار؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضل. شوف، يعني برغم سهولة هذا السؤال، برغم صعوبته، عشان اجاوب على السؤال ده في 3 نقاط مهمة لازم نتكلم فيها. اتفضل. مين اللي بيدعو الثورة دي؟ ليه الدعوة دي؟ وفي الوقت ده ايه اللي هيحصل اذا خرج الناس؟ خلينا نقر يا استاذ عمرو اولا بانه هناك ازمة اقتصادية خانقة، وان عوامل الازمة دي متعددة، وخلينا نقول كمان ان اوضاع المصريين باتت من الصعوبة بمكان. كل بيعاني مش بس الفقراء ولكن ايضا الطبقة المتوسطة. وخلينا نقول كمان ان دي مش المرة الاولى اللي بيعاني فيها المصريون. مصر بعد 67 زي ما حضرتك عارف فقدت جيشها و80% من معداتها العسكرية وكمان مصدر دخل قناة السويس. يومها كان قدامنا خيار من 2: يا نصمد ونعبئ مجهودنا الحربي وننتصر، يا نستسلم. الشعب المصري اختار المقاومة واختار يقف مع جمال عبد الناصر رغم هزيمة جمال عبد الناصر، والناس طلعت في الشارع وقالت هنحارب هنحارب. احنا النهارده يا استاذ عمرو في حرب لا تقل خطورة، بل بالعكس، العدو داخلي وخارجي كمان. الحصار اقتصادي زي ما حضرتك شايف، تلاعب بالعملة، معدلات الانتاج اللي بتتراجع، اعباء الديون. احنا بندفع يا استاذ عمرو 300 مليار جنيه سنويا بس اعباء ديون. ديوننا وصلت 2.5 تريليون. عندنا عجز في الموازنه العامه حوالي 12.3. عندنا ايرادات حوالي 650 ومصروفات حوالي 950. كل ده يخلينا نقول ان بلدنا في مرحله صعبه. يا اما نعلن افلاسنا وتنهار عملتنا بشكل كامل، يا نتحمل فاتوره الاوضاع والمشكلات الراهنه. انا متعاطف مع الناس، مع الغلابه اهلنا ومع الطبقه الوسطى اللي بدات تلحق بالغلابه، ولكن ما العمل؟ طيب انا هقول مين اللي بيدعو. اللي بيدعو بشكل واضح هي جماعه الاخوان وبعض التابعين اللي احنا بنشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي. والاخوان مش هيدعوا عشان الغلابه، الاخوان بيدعوا عشان يخربوها ويقعدوا على تلها، ظنا منهم ان الحكم هياخدوه بالطريقه دي. وزي ما قال الرئيس السيسي، لو خربت لا هتنفع لنا ولا هتنفع لغيرنا. طيب افترض الناس خرجت في 11/11، طلع ناس من هنا من هنا من هنا، بصينا لقينا نفسنا دخلنا في ازمه كبيره جدا. اللي هيحصل الاتي: مش هيحصل مظاهرات سلميه، ولا هيحصل ان المظاهره هتجيب حقوق الناس ونرجع نقول اوضاع اقتصاديه اتحسنت. اللي هيحصل يا استاذ عمرو تخريب وحرق وتعطيل للانتاج واحتكاك بالشرطه، وكل ده هيودي البلد الى غير رجعه. طيب عايز ايه؟ انت خارج ليه؟ عاوز تسقط السيسي وتقول له روح بيتكم؟ المشكله مش السيسي، المشكله في الاوضاع المجتمعيه. كل واحد يا استاذ عمرو يقول لك احنا بنضحي عشان مصر. احنا ما بنضحيش عشان مصر، احنا بنضحي عشان ولادنا وستاتنا اللي في البيوت. احنا لو خرجنا وضيعنا بلدنا، سيبك عن الشعارات، احنا اكتشفنا ان كل الشعارات كذب، كل الشعارات كذب. وشفنا ال6 سنين اللي فاتت فوضى، وشفنا ليبيا النهارده ازاي بيندموا على القذافي، وشفنا العراق ازاي بيندموا على صدام حسين. شفنا بلاد بتتخرب يا استاذ عمرو. طيب احنا عايزين نخربها تاني؟ احنا هنرجع للمربع 0. طب وبعدين مين اللي هيطلع في دول؟ اللي هيطلع البلطجيه واللصوص في الشوارع والاخوان معاهم، هم دول. والبلطجيه طالعين عشان يدخلوا البيوت وعشان ينهبوها وعشان يحرقوها. مشكله السيسي يا استاذ عمرو، والله في يوم من الايام متذكرها، في 31 اكتوبر 2013 كنا موجودين في نادي الجلاء، وبقول له يا فندم مش هتنزل انتخابات رئاسة الجمهورية؟ قال لي بالنص يا مصطفى الشعب المصري بيستهلك 10% من احتياجاته. لو بياخد 10 جنيه الشعب المصري عايز 100 جنيه. لكن نجيب منين؟ اوضاع المجتمع كده. ومع ذلك غامر ودخل وتصدى للاخوان
وحط رقبته على ايده. النهارده السيسي بيتشتم، النهارده السيسي شعبيته بتنزل. النهارده هل هو نادم؟ لا اعتقد انه نادم. هو مدرك انه مقاتل في الميدان. لينا ملاحظات وانت ليك ملاحظات وبتقولها كل يوم والتاني، بس بلدنا اهم من السيسي واهم من مصطفى واهم من كذا. والسيسي مقاتل بيقاتل معانا عشان البلد دي تقف. احنا بنتعرض لحرب الشائعات. الامريكان يا اخواننا امبارح سحبوا 100 مليون دولار كانت محدده لعدد من المشروعات. الوضع في بلاد الخليج كان الله في عونهم، عملوا وزياده، لكن النهارده اوضاعهم الاقتصاديه لا تساعد. يا اخواننا انتبهوا للمؤامره. وانا صرخت في يوم من الايام في 1 فبراير 2011 وقلت انتبهوا للمؤامره، لان الاخوان هيجوا او الفوضى هتشوف. انا بقول النهارده اي حد بيفكر يخرج لازم يعرف انه بيحرق بيته اولا، بيحرق اسرته، بيستبيح شرف اولاده وبناته وستاته. لازم نقف ونتصدى ونتحمل. وزي ما انت قلت يا استاذ عمرو بالطالب النواب، انا عايز اقول لك بس والله عدد كبير جدا من النواب دلوقتي بينزلوا بعربيات تموين والسكر والفراخ وبيقفوا في الشارع مع الناس، لكن القضيه قضيه اكبر بكتير جدا من جهود فرديه. دكتور ممدوح حمزه المهندس الاستشاري، اهلا بيك يا دكتور. ازي حضرتك؟ اهلا يا استاذ عمرو، اهلا بيك. حضرتك سؤالي سهل وبسيط. ايوه اتفضل. يوم 11/11 ده جد ولا هزار؟ شو بقى حبيبي؟ قول لي يا فندم. معلش انا في الشارع. 11/11 الاصوات اللي نسمع عنها النهارده هي اصوات تحذيريه اكتر من الاصوات الداعيه اليها. يعني الناس اللي بتحذر اكتر من الناس اللي نازله. لا، اكتر من الناس اللي بتدعي اليها. زائد الناس اللي بتدعي اليها انا من وجهه نظري ما زالت مجهوله الهويه. ما افتكرش في حد يعني بيفهم، ومن اي فئه من المختلفين هنتكلم عليها هينزل منساق ورا دعوه ملهاش هويه، يعني مجهوله الهويه. ده نقطه نمره واحد. ملاحظه رقم 2، مفيش حاجه اسمها تنظم لثوره. مفيش حاجه اسمها تنظيم لثوره، الثوره تنفجر وبالذات لو كانت من الغلابه. يعني هو كان حد دعا 17 و18 يناير مثلا؟ مفيش حد بيدعي لثوره، الثوره تحدث لا ينظم لها. هتقول لي طيب في 25 يناير. لا يا فندم، 25 كانت دعوه لمظاهره، لم تكن دعوه لثوره. لولا غباء النظام والقتل اللي عملوه في السويس وهنا وهنا والقتل اللي اتعمل يوم 28 يناير كانت خلاص هتروح. يوم 25 بالليل الساعه 1 بالليل الامن، يوم 25 يناير الامن دخل ضرب كام قنبله مسيله دموع، كلنا اتعورنا وروحنا وخلاص. انما اللي حصل يوم 26 من قتل نزل الناس تانية، وده اللي خلى الناس تقول جمعة الغضب. اذا مفيش حد بيقدر يدعي الثورة، الثورة لا يدعى اليها، الثورة تحدث تلقائيا. وبعدين بيني وبينك الغلابة ما بينظموش، الغلابة يا دوبك بيدوروا على لقمة العيش. ده وجهة نظري في الموضوع ككل. اذا عايز اسالك اللي انا متوقعه ان الجماعة اللي هم بيحذروا من 25 يسكتوا. طيب. علشان هم اللي عاملين دعايه ل 25 اكتر 1000 مره من الموقع اللي نزل عليه كلمتين. تقصد 11 يا فندم؟ ايه؟ اللي بيدعوا ل 11 مش ل 25. انا اسف اصل انا في الشارع والمرور. اي شوف يا فندم، اللي بيدعوا ل 11 الناس انا فاهم يا فندم، اللي هي النهارده بتحظم 11/11 اصبح صوتها اعلى ولها تاثير وبتعمل دعايه ل 11/11 اكتر من الموقع اللي نزل من كام اسبوع. سؤالي مباشر. كل يرجوه سؤال لحضرتك مباشر، تبطل نتكلم عن الموضوع. حضرتك قريب من اوساط الشباب اللي هم بيتقال عليهم ثوريين ونشطاء والى اخره. اي حد منهم قال لك ان هو عنده نيه ان هو ينزل يوم 11/11؟ لا، بس في ناس مترقبين يقول لك شوف ايه اللي هيحصل. خد بالك في برضه من الناس يقول لك والله نشوف يعني. لو في اعداد نزلت، في ناس تقول لك والله هننزل معاها لو كان التظاهر سلمي. لو في بقى حاجه اسمها حد يحط له هنا كده ولا بتاع، لا، ما حدش هينزل خالص. ولكن انا بسمع بعض الشباب والله نشوف اللي نزل، لو في اتجاه للتظاهر سلمي في بعض الشباب يقول لك والله هننزل معاهم، بس شباب محدود يعني جداً. انا ملاحظ
ان كل الناس مستنيه حد، والحد ده احنا مش عارفينه. يعني لا الاخوان الحد ده الاخوان مستنيين الشباب ينزلوا، والشباب مستنيين الناس تنزل، والناس مستنيه حد ينزل، وكل الناس مستنيه حد مش عارفينه. لا شوف، دي دعوه من وجهه نظري مجهوله الهويه او ذات هويه ليست لها ظهير جماهيري. جه الاعلام وبعض الكتاب والامن نفخوا في صورتها، خلوها حاجه جامده، وده غلط. كان لازم يكون في هذه الدوله من يقيس حجم هذا الموضوع ويقدره ويديله حقنه الممانعه لو كانوا عاوزين يعملوا حاجه على قد المرض. انما ما اجيش النهارده علشان اقتل دبانه او مبوظ طقم الصيني. دكتور ممدوح، يعني حضرتك دايما تتكلم عن الشباب والنشطاء بيفكروا في ايه اليومين دول؟ يعني هل انت بتقابل ناس من 6 ابريل، ناس من اللي كانوا معاك في الميدان، يعني شايفين الوضع ازاي؟ شوف يا فندم، انا بغض النظر عن نوعيه الناس اللي بقابلها، السؤال الذي اواجه به دائما من جميع الشباب اللي قابله على مستوى الجمهوريه وبالتليفونات، والامن مراقب التليفونات وعارفين، السؤال المطروح دائما مش احنا هنعمل ايه، السؤال مصر رايحه على فين؟ ده السؤال ده مطروح. تتصور مصر ويتقال لي بكره مصر هيبقى شكلها ايه؟ يا دكتور يقولوا لي يعني مثلا يا ممدوح احنا النهارده مش عارفين نشتري اكلنا، احنا مش عارفين نشتغل، احنا بنسمع كلام ومفيش افعال، مفيش وظائف. يعني مثلا واحد بيقول لي ايه، انا كنت منتظر مشروع 2.5 فدان، لما شفت ان انا عشان اشتري كراسه عاوز 5000 جنيه عرفت انه مش لينا. ده الكلام اللي بيتقال، انما مفيش حاجه، ما سمعتش حد يقول لي تعال ننظم ثوره، تعال ننزل مظاهره. لما حضرتك رايك الخاص ان يوم 11/11 ده هيعدي عادي مفيش فيه اي حاجه؟ انا رايي ان كده بالظبط. دكتور ممدوح حمزه المهندس الاستشاري، شكرا لحضرتك.